طيب السلام عليكم. انا عمر الحجاجي، والنهارده جاي اتكلم معاكم على فيلم جديد نزل اواخر السنه اللي فاتت. والفيلم ده هو الريل بين. الفيلم من بطولة وكتابة واخراج وساهم في الانتاج جيسي ايزنبرج، وبيشاركوا في البطولة كارين كولكن. الفيلم عن اتنين ولاد عم متربيين مع بعض، وكانوا صحاب جدا لحد ما واحد فيهم اللي هو جيسي ايزنبرج اتجوز وخلف واشتغل وانشغل في حياته، والتاني لسه زي ما هو. الاتنين دول بعد وفاة جدتهم بيسافروا ويروحوا بولندا، بلد جدتهم اللي اتجدت منها ساعة الحرب العالمية التانية. فهم بيرجعوا يشوفوها عشان يحسوا بمعاناتها ويحسوا بمعاناة كل اليهود اللي اتجدوا ساعتها، فهم رايحين يحسوا بمعاناتهم. تمام. الفيلم كله رود تريب ما بين اتنين ولاد عم. شخصية جيسي ايزنبرج، الشخصية المهندمة الانكشس اللي دايما متوتر، اللي متجوز ومخلف وعنده شغلانة. وعلى النقيض تماما شخصية كارين كولكن، لسه قاعد في بيت أهله، وما بيعملش أي حاجة في حياته، كان هيموت ويلحقوه، فابن عمه ساب كل اللي وراه واللي قدامه وسافر معاه عشان خايف عليه بس. والمجال كله بتاع الفيلم هو حلو جدا، بس عشان احنا أغبياء شويتين فالمخرج العظيم بتاعنا بيجي في مونولوج ويحكي لنا الفيلم كله. مش بس كده، لأ، ده المونولوج ده في التريلر أصلا. الفيلم كله عبارة عن تطبيلة كبيرة، قد ايه احنا اتظلمنا، قد ايه احنا اتطردنا من بلدنا، قد ايه احنا كنا ملايكة وما بنعملش حاجة، وازاي كانت معاناتنا. احنا سافرنا ورحنا مثلا امريكا، ودي الحاجات هما بيحكوها جوه الفيلم. تمام. ازاي بقينا اصحاب املاك، ازاي بقينا ممثلين، ازاي بقينا مديرين، ازاي بقينا مخرجين وكتاب. فانت المفروض تتفرج وتقطع، عشان دول شعب اتظلم، فحقهم يعملوا اللي هما عايزينه. بين easily been taken care of، دي جملة اتقالت في نص الفيلم. الفيلم طبعا هو واضح من اسمه، الفيلم عن الوجع، عن المعاناة. امتى يكون من حقك ان انت تحوش وجع اجيال وتصبه على اي حد، وامتى البين ده يبقى ولا حاجة ويعني تكت لها كمان وخلاص. الفيلم برضه بيسأل سؤال حلو، امتى الميتين او الموتى بيكونوا مجرد رقم، وامتى بيكونوا ضحايا ليهم قصص وليهم اهل وليهم احداث. الفيلم بيرمي اسئله في النص، الفيلم ما بيجاوبش على اي سؤال من اللي بيرميهم دول باجابه دايركت، هو بيسيبهم يطلع يجري. بس انت لو دورت ثانيه على رأي المخرج اللي هو جيس ايزنبرج فالموضوع واضح. وفي نفس الوقت الفيلم هو فيلمين، عندنا قصة اتنين ولاد عم، قصة جميلة وتمثيل جميل، وعندنا بروباجندا عايزين نطلع نعيط ونعاني ونبرر. بس اوفرول الفيلم حلو جدا، التمثيل تحفة بالذات كارين كولكن، ويستاهل يترشح لكل الحاجات اللي اترشح لها دي. السكور بتاع الفيلم من أحلى السكورز اللي سمعتها في آخر فترة لو نفكر صح. السكور خيالي. الفيلم اوفرول حلو جدا لو هتبص بس على العلاقة ما بين الاتنين دول، لكن لو هتبص على الصياح اللي المخرج بيحاول يصيحه، الفيلم تافه، يعني شبه حاجات ديزني كانت بتعملها زمان، الابيض واسود والكلام ده ايام الحرب العالميه التانية. بس فالفيلم الاول فيلم حلو جدا. الفيلم التاني حاجه زباله الزباله. العلاقه ما بين البطلين بتوعنا، ما بين جيسي وما بين كيرن، علاقه هولسم، فيها حب، فيها كره، فيها اعجاب، فيها حاجات هما بيتمنوا تبقى عندهم من التاني، في نفس الوقت فيها غضب، فيها انجر. بس عايز تشوف الفيلم براحتك، بس الفيلم حلو، الفيلم فيجوالي جميل، بس غصب عنك هتسيب الفيلم بطعم وحش عشان القرف اللي هو كان بيحاول يعمله. وبس كده، كان معاكم عماد الحجيجي، وده على الشاشة. وما تنسوش تلايك فولو سبسكرايب، وسلام.